الشعب المغربي، أنا قلتها وزيد نكررها، شعب شقيق. الشعب المغربي احنا ما نكن له الا الموده، ونتمنى له ان شاء الله يخرج من المرحله اللي فيها بسلام. هذا السياق سيد الرئيس، بعض وسائل الإعلام الغربية والمغربية تحدثت بعد قرار الجزائر فرض التأشيرات لحاملي الجوازات المغربية، كتبوا وقالوا أو ادعوا أن الجزائر ستقوم بطرد المغاربة المقيمين في هذا كلام فارغ، الجزائر. هذا كلام غير صحيح. كلام فارغ. هم عايشين معنا الأشقاء المغاربة. كاش واحد يمشي يخدم ولا يقول له انت مغربي ما تخدمش، ولا انت ما داخلين في وسط الشعب، ما كاش اللي يعرفهم باللي مغربي ولا ماشي مغربي. احنا ما نفرقش ومرحبا بهم. انا قلت الشعب المغربي شعب شقيق وبأتم المعنى. لا لا لا. علاش نطرد المغاربة؟ اللي راه في خدمته هنا ومحترم نفسه راه ما يدخلش في متاهات برك، لأن هذه أمور شخصية ماهيش أمور جماعية. ماهوش لأنه مغربي راه يمس في لا، اللي دخل في عصابة بغى يكون جزائري ولا مغربي ولا جنسية أخرى بالسيف نحميو البلاد. أما إذا كان إنسان مسالم بخدمته ويبعث بصفة مباشرة ولا غير مباشرة للأهل نتاعو، هذيك الله يسهل عليه. الجزائر لن تطرد أي مغربي جامي أبدا أبدا. هذه سبحان الله، رانا مسؤولين سياسيين، احنا نناديو بالأخوة ونناديو بهذه، مشينا لا هما لا غيرهم لا